5 إثباتات وأسباب فلسفية هتعرفك مين هو فرعون موسى الحقيقي، وهل هو رمسيس الثاني ولا أحد ملوك الهكسوس، وليه بعد ما هقولك هو مين وهقنعك بيها هنكر الإجابة وانفيها. أنا خالد سعيد، محامي ومفكر مصري، أنا اللي جبت التايه. يعني يا اخواني اصل انا بقى جايب التايه. بالأدلة الفلسفية والدينية والتاريخية، الاسم الوحيد المشترك فيهم كلهم هو رمسيس الثاني. أولا، طول عمرنا بنفكر في اسم فرعون المذكور في القرآن الكريم إنه اسم متصل، ومفيش ولا مرة حد يجرب ينطق اسمه بالنمط الهيروغليفي ويفكر في الكلمة بلغة رمزية أكتر منها قواعد نحوية. جرب كده تنطقها معايا، فرعون فيها حرفين راء مش حرف واحد، بالظبط زي لما بتيجي تنده اسم واحد صاحبك مثلا اسمه السيد علي فبنقول السابو علي. واسأل أي واحد من حبايبك من محافظة ريفية أو عريقة تاريخية في الصعيد وهيأكد لك اللي أنا بقوله. المهم إن اسم فرعون وهو فرعون في القرآن بالإنجليزي أو اللاتيني أو باللغات العبرية كلها بتعني بيت رع الأول أو سكن رع المصطفى أو المختار. ومن هنا كانت الفكرة اللي بنيت عليها بحثي وإثباتي لما لقوا في قاعدة تمثال رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل، واللي اتسمى أبو سمبل على اسم الطفل اللي اكتشفه، مكتوب بالهيروغليفية زي ما ظهر قدامك رع يسكن فيه، وعشان كده اسم رع مسيس يكتب بالرموز اللي ظاهرة قدامك، واللي هي برضه بتعني بيت رع المصطفى او الواحد او بيت رع المختار. يقول لك ان اللغه الهيروغليفيه ما كانتش لغه حروف، لا لغه رموز. باختصار في اللغات الحديثه لغات الحروف والقواعد النحويه زي الانجليزي والعربي كل حرف له منطوق ودلاله لفظيه تنطلق من اللسان للاشتراك مع حروف اخرى بتكون كلمه، والكلمات بتكون جمله. على سبيل المثال حرف الف منطوقه لفظي فاء. لكن اللغات القديمه زي اللغه الهيروغليفيه واللغه المسماريه وغيرهم هي لغات رمزيه تعبر عن الشيء وتصفه ولا تنطقه لفظيا. عشان كده هتلاقي ان اغلب لغات العالم بما فيها اللغه العربيه هتلاقي فيها كلمات كتير قوي متاخده من اللغه الهيروغليفيه. ثانيا، التشابه الزمني والتاريخي. لو حاولنا نطبق المده الزمنيه وهي قرابه 80 سنه زي ما جه في القران وفي كل الكتب السماويه، فما فيش ملك موثق حياته وتاريخه زي رمسيس الثاني موثق حياته وتاريخه. قضى المده دي كلها في الحكم، واللي حكم مصر في الفتره التقريبيه بين 1279 قبل الميلاد ل 1213. 3. ناهيك على ان الحكم والمده الزمنيه والحقبه الزمنيه لرمسيس الثاني بتتوافق مع كل المعطيات اللي جت عن فرعون موسى. ورمسيس الثاني كان اقوى ملوك الدوله الحديثه واتسم بالغرور الملكي، وفي نقوش معبد ابو سمبل كتب الكهنه عنه راع يسكن فيه والالهه تأتمر بامره. استغفر الله العظيم. وهي العباره اللي الجوهر بتاعها هنلاقيها في القران لما فرعون قال انا ربكم الاعلى. وكمان ما تنساش ان رمسيس الثاني جه بعد الملك امنحوتب الرابع واللي غير اسمه لاخناتون وعمل ثوره دينيه توحيديه ترمز لعباده النور وليس الشمس كما يظن البعض، وده وصف ربنا لنفسه سبحانه وتعالى في القران لما قال نور على نور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. خامسا، ليه بقى فرعون موسى مش ملك من ملوك الهكسوس؟ وده ببساطه لان فرعون موسى هو ملك ترك ارث حضاري وابنيه عظيمه، سلطانه وحكمه ونفوذه عظيم، وده اللي بيختلف مع فتره حكم الهكسوس، فما فيش ولا ملك فيهم كان بقوه ونفوذ رمسيس الثاني، وما كانوش مسيطرين الا على شمال مصر بس، يعني مساحه حكمهم كانت ضئيله نسبيا. ده غير ان القران الكريم لما جه يصف اسم فرعون وصفه مرات كاسم ومرات كسلاله، وده معناه ان الرعامسه او الفراعنه هي سلاله ملكيه، وكان عددهم 11 ملك بين الاسرتين 19 و20، كان اغلب حكامهم بنفس الاسم والصفات من رمسيس الاول لرمسيس ال20. نهايه بقى وهخالف فيها كل توقعاتك. لو سالتني او سالت اي واحد مصري وطني مخلص هو رمسيس الثاني هو فرعون موسى ولا لا، صح، بس هنكر. صح ولا هتنكر؟ قلت له صح عشان ده حق أريد به باطل. الجماعة اللي ما يتسموش هدام الحضارات وقاتلوا الأطفال والمخربين في الأرض أهل الشر بيدعوا كذبا إنهم بنوا جزء من حضارة مصر القديمة، وبيلعبوا نفس لعبة محركة الهولوكوست واللي أخذوا فيها تعويضات مالية ونفوذ سياسي من ألمانيا، وكمان هي نفس أسبابهم الكذابة في زعم وجودهم في فلسطين المحتلة. وده برضه بأكد لك إنه مخالف، لأن اللي بنى الحضارة المصرية مهندسين عباقرة وكمان سيولة مالية من الخزانة المصرية، واستخدمنا أدوات بناء وحضارة وعمال مصري، وان اللي ما يتسموش بيحاولوا يزيفوا التاريخ. هتفضل مصر دايما كعبها عالي وعقده لكل اهل الشر والمخربين في الارض. وبفكركم ان مصر القديمه كانت هي سبب نهايه مملكه اللي ما يتسموش في العصر القديم، وان شاء الله ده نفسه هيكون في المستقبل. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا
مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.